السلام عليكم. اليوم راح نسوي لكم ان شاء الله همبرجر. بعد قلت لكم نريد شورت، يعني بس بالاخير خليكم شورت. اللي استعملته ملح، فلفل اسود، ثوم مطحون، بصل مطحون، وطحين جلوتين فري. وهذا اللحم اللي راح استعمله. اليوم صديق جواد يمه قلت له ماما تدجلون، قالوا نجيب بيتزا، قلت لا ماكو بيتزا بعد، مرة بالفترة ما يخالف. هاي المواد اللي خليناها نبقى نعجن. هاي بعدنا نعجن فيه تقريبا ياخذ عجن 3 دقائق، لانه طحين جلوتين فري تعرفون، لحد ما يتماسك كله. هسه تقريبا خلصنا، بس دقيقة واحدة راح نبدي ناخذ. شو عندش قالب، بس انا يعني لين عندي هذا قالب، ما عندش قالب انا هماتين قبل ما كان عندي قالب عادي، بس قالب شوية كأنه مالت المطاعم. زين عيوني هيجي ونصفطها بالصينية. تردين تجمدي يا حبيبتي، تردين تشوي، بعدها يرجع راح اكمل الكمية كلها هنا. يلا اشوي، يلا هنا راح نبدي نشوي. اكو طريقتين بالشوي، اكو ناس تحبها يعني شوية متينة، واكو لا تحبها سماش برجر. السماش برجر هيك زين. طيب نسوي فيديو اسوي ميوت يعني بعد. راح اسوي وحده سماش برجر ووحده لا. هذا اللي مو سماش برجر، هذه سماش برجر. اللي عند هاي الكابسه الضاغطه رحت فيها اللي معته عادي بس يستخدمها. زين عيون. اكو شغله كلش طيبه، من هيك نقولها مره ثانيه نخلي عليها. اللي يحب يخلي جبن فوقها، واللي ما يحب يخلي بصل. شوفوا راح اخلي بصل. شفتوا شلون؟ هاي افتح فيها. ولا فش تخلين بيها زراير، تخلين بيها خلطات كيفش. انا اللي عندي شويه اولاد بعد تعرفون اطفال ما يحبون كل شيء، هذه لحد ما يتوفر البصل. طبعا لهنايا وصلت ريحته وي فتشيت. يعني انا مرة يمه طبعا لهنايا توصل ريحته، بس يعني طلعت ريحته قبل لا يستوي. بعد هذه نرجع مرة ثانية نقلبها. بس صراحة يعني بعد هي حسب الذوق، اكو ناس تحب هذه اكو ناس تحب هذه. انا بالنسبة لي احب هذه الخفيفة اللي هي سماش برجر. ويدللون اولادنا ما دام ماكو مطاعم خلاص. لا احلى شيء انا بالاخير افتح مطعم، اقول لكم هسه اكلوا مطاعم. زين والله المطاعم مأساة. شوفوا شلون كيف وياكم، شلون صوفت لهنا كافي بعد. هاي راح اشتغل. هذه نفس الصلصة موجودة على القناة مالتي، الصلصة الخاصة موجودة على القناة. زين. البصل خليته بماعون، راح اخليه الاولاد برا، اللي يرغب يخلي. هذا صديق جواد حباب كل شيء ياكل، جوادنا لا يتعقل شويه. زين عيوني شوفوا. هذه اللي مو سماش برجر، شفت شلونها؟ والله شوفها صارت فتشي. وهذه السماش برجر. زين. وبعد اللي يحب وبعد اللي يحب كيف شي يخليه. احنا الاولاد اللي عندي ما يحبون الزرايض، كاتشب يردونه هيجي، يعني راح اقدمه لهم هيج صافي. هنا طبق الاولاد صار جاهز، صحه وعافيه.